السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم أحمد الغاوي من قناتي على اليوتيوب كلام مش هيخلص، وصفحتي على الفيسبوك غاوي إديتور، غاوي تعديل. كل مرة بتفتح بريمير وعايز تضيف لط بتلاقي نفسك بتعمل براوز وتدور على الملف من جديد. تخيل بقى إنك عندك مجموعة كبيرة من اللطس، 2000 لط مثلا، وقتك كله بيضيع وإنت كل شوية تفتح الفايل مانجر. لكن قبل ما نبدأ شرح أرجو منكم الدعاء إلى صديق الراحل الباشمهندس أحمد نجيب الرحمة والمغفرة. في الفيديو ده هوريك الطريقة الصح اللي تخلي اللطس بتاعتك موجودة جوه قائمة لومتري على طول، وكمان هعرفك مكان مسار الملف ده فين عشان تفهم البرنامج كويس. أنا مش عاوزك مستخدم وخلاص، أنا عاوزك تفهم البرنامج كويس. والحمد لله رب العالمين، أنا العبد الفقير إلى الله أحمد الغاوي، أول واحد أشرح الطريقة دي في المحتوى الأجنبي والعربي من غير ما تعمل براوز كل مرة. أول حاجة لازم نعرفها إن في نوعين من اللطس في بريمير: كرياتيف لطس، ودي خاصة باللوكات والإستان، وتكنيكال لطس أو اللي بنسميها input لط، ودي بتستخدم في التصحيح اللوني الأساسي زي تحويل لوج لريك 7/9. شايف؟ دي مجموعة الألوان لط اللي عندي: دراما وأكشن وسينما وكلاسيك، وكل ملف من دول جواه مجموعة حلوة، ومش معقول أدخل كل دول كل مرة واحد لوحده. الموضوع هياخد وقت كبير، خصوصا لو انت مش فاكر اسم اللط. لو عايز تضيف اللطس دي وتظهر على طول في الليستة، كل اللي عليك انك تروح لبارتيشن السي، ثم بروجرام فايلز، ثم ادوبي، ثم ادوبي بريمير برو 2024، ثم لومتري، ثم لطس. شايف الثلاث ملفات دول؟ كل واحد فيهم محتاج شرح منفصل، بس احنا خلينا دلوقتي في اللي احنا داخلينه عشانه. ثم فتح كرياتيف. ملحوظة: لو الفولدر مش موجود عندك ممكن تعمله بنفس الاسم بالظبط، عشان كده أنا عرفتك مكان الملف يا صديقي. الواحد مش بيحب يتكلم عن نفسه كتير يا جماعة. بعد كده هترجع للتاب الألوان، أقصد المكان اللي حضرتك حافظ فيه مجموعة الألوان لط الخاصة بيك على الجهاز. ممكن تفتح الملف وتاخد من جواه لط، وممكن تاخد الملف زي ما هو، ما تخافش هيبانوا معاك. انسخ ملفات بتاعتك وحطها في المكان ده اللصق اللي عبارة عن لوكات وستايل، حطها في كرياتيف. ولو ملفات تصحيح لوني زي لوج لريك 7/9 حطها في تكنيكال. بعد ما تنقل الملفات اقفل بريمير وافتحه من جديد، ده في حالة لو حضرتك فاتح البرنامج. دلوقتي لما تفتح لومتري وتدخل على كرياتيف لوك او انبوت لوت، هتلاقي اللطس اللي ضفتها موجودة بالاسم جوه الليستة. في كذا نصيحة هتسهل عليك تنظيم اللطس دي. حاول تسمي الملفات بأرقام أو تقسيمات عشان يبقوا مترتبين، زي 01 فيلم، 02 بورتري، وهكذا. لو عندك فاريشنز من نفس اللوك اكتب الاسم ومعاه الوصف، زي لوك نيم اندرسكور سوفت او لوك نيم اندرسكور كونتراست. طبعا حضرتك عارف المعلومة اللي جاية دي، بس حبيت أكد عليك فيها. الأفضل دايما تستخدم adjustment layer وتحط عليه اللط، بحيث تقدر تغيره على المشروع كله بسهولة من غير ما تعدل على كل كليب لوحده. لو بعد ما نقلت الملفات مش لاقيهم، اتأكد ان الامتداد .cube مش مضغوط في ملف زب، وكمان ان اسماء الفولدرات مكتوبة صح: lots/creative/technical. ولو لسه مش ظاهر اعمل ريستارت للبريمير. وبكده خليت اللطس بتاعتك موجودة جوه البرنامج دايما من غير وجع دماغ ولا تضييع وقت. جرب الطريقة دي وهتلاقي فرق كبير، خصوصا لو بتستخدم لطس كتير بشكل يومي. كان معاكم اخوكم احمد الغاوي، يلا سلام.